السلام عليكم ومساكم الله بالخير. تعليقا على زيارة وزير الشباب والرياضة العراقي السابق ورئيس الاتحاد الرياضي العراقي الكابتن عدنان درجال إلى الكويت، وما أثير من جدل حول هذه الزيارة وتناولها للأسف كثير من المغردين عبر منصة إكس أو عبر التيك توك أو غيرها من المنصات، وتكلموا عن أمور يعني كان لم يكن من الواجب الكلام بها. الرجل الآن يمثل جهة حكومية عراقية في دولة جارة وشقيقة، ودخل الكويت بإجراءات حكومية نظامية، وجاء لزيارة اللاعب العراقي أيمن الذي يتلقى العلاج في الكويت. فما يجب أن نثير هذه الأمور. هذه أمور كان يفترض أن يكون فيها مثلا، إن كانت ثابتة على الرجل، أن يكون فيها مثلا من الحكومة أو من الجهات الحكومية في ذاك الوقت، أقصد بعد التحرير، رفع قضايا وإثبات هذه الاتهامات. أما أن لا تثبت ونتناولها، ولا الآن الرجل كان في نظام سابق، وهذا النظام أنتم عارفين رئيس الاتحاد السابق عدي صدام حسين وجبروته، وكيف أنه كان يعطي الأوامر، ومن لا ينفذ الأوامر يمكن يتعرض. إن كان هذا الكلام صحيح، أنا ما أفترض هذا الكلام صحيح، نعم قيل وتناقلوا كلام هذا، لكن الآن نحن يعني أمام دولة عراقية لها حكومة وتتعامل معنا بالإجراءات النظامية مع دولتنا ومع حكومتنا، وكون أنه دخل بإجراء نظامي فلا يجوز أن يقال ما يقال الآن ويثار ما يثار الآن. يعني فللأسف الشديد يعني أنا بصراحة حبيت أعلق على هالنقطة هذه. يعني الكويت مشكورة تعاونت مع الجهة العراقية واستقبلت اللاعب العراقي، وهذا واجب بين الجيران والأخوة والأشقاء وما فيها منا على أحد. وزيارة رئيس الاتحاد العراقي للاعب أيضا مستحقة وجاءت ضمن الإجراءات النظامية. فكل الكلام اللي يقال الآن للأسف ما يصب في خدمة البلدين، ولا يصب في خدمة وطننا وعلاقاتنا مع أخواننا في العراق. هذا ما لدي، والسلام عليكم.